قفلت في الدنيا بعز وذقت شيء ما يذاق، ما مرت ظروف الليالي باردة ومبردة، بيني وبين العز وسلوم العرب عقد اتفاق، رصيدي اللي ما ملكته في بنوك صدى، رزقي وتوفيقي على الله خالق السبع الطبق، اعيش لحظتي ولا يجنب لين يبلغ مقصده. ياخذني التفكير لابعد مرحله وابعد نطاق، واعيش في غربه على الواقع ورحله مجهده، منها يمر البال في ضيقه وهم من ما يطاق، واميل للعزله واشوف ان الظروف معقده، اصعب من شعور الفراق الا شعور الاشتياق، هم من يطول راعي الفرقه ونار موقده، من يكثر التفكير في الدنيا ولحظات الفراق يمكن يبين الحزن في قفلت في الدنيا بعز وذقت شيء ما يذاق، ما مرت ظروف الليالي باردة ومبردة، بيني وبين العز وسلوم العرب عقد اتفاق، رصيدي اللي ما ملكته في بنوك صدى، رزقي وتوفيقي على الله خالق السبع الطبق، اعيش لحظتي ولا افكر في بكره وابعده، كم من سليم شكله معافى وتفكيره معاق، يمشي على البيداء برجلينه اللي انفتح للشر باب يصير كانه في سباق، واللي نصيته في مجال الخير كانك تطرده، الخير والمعروف ما يجزى بصده وانشقاق، على الاقل اللي تجمل فيك احد لا تجحده، يا الرفيق اللي يا ضاقت علي الارض ضاق، يسعدني اللي شفته اسعد واحد الله يسعده، صدره خلي من الحسد والحقد واسلوب النفاق، لا شفتها بقضيقة الخاطر عساني مفقده، المدح مثل العود الازرق ما يمد ولا يساق الا على قرم العلومه بالفعول مؤكده، صدقوا جنبان الصيف وصدقوا كفان رقاق، علي الثماني ما يجنب لين يبلغ مقصده، اسم المعه للمرجله ما هو سريع على احترق، يوم الاسامي بعضها بالانقلاب مهدده، يكرم عن الهفات والزلات والهرجات دقاق، لها نواس تعب الرجال قبله وابعده، يسعى لفعل الخير والمعروف والحق الحقاق، من يحتزم في المحزم المليان يبشر بسعده، يا علي بن عظه فعولك تشرح صدور الضيق، صبي من المسعود يقف كل ما حان وعده، انت المشرف في الوطن والدبلوماسي في العرق، وتبين في يوم يجف الدم وسط الورده، اخوك يوسف ما ضرب الهينه والانفهاق، هو مزندك في حزه الشتات وانت مزنده، عزوات ثماله للغدا